وهذا سؤال مهم جدا الجواب عليه، وجزى الله خيرا من سأل به. هل إطلاق البصر في الحرام يفسد تعلم تفسير الرؤى؟ وكذلك العادة السرية هل تفسد تعلم تفسير الأحلام؟ والجواب على هذين السؤالين: العبد قد يحرم الخير، يحرم رزق الذي هو المال والمعايش، وقد يحرم العلم الشرعي، قد يحرم حفظ القرآن، قد يحرم عملا صالحا وبرا قد تكون حياته ضيقة ووضعه غير مستقر، والسبب يعود إلى الذنوب والمعاصي. فمن أطلق بصره في الحرام ومن ارتكب الآثام ولم يبالي بالزلات والمعاصي والمنكرات فإنه يحرم كل خير. ما هو فقط مجرد تفسير الرؤى يحرم، بل يحرم الخير مطلقا. قال الله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ويقول الله: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، دليل أن المعاصي من أسباب غضب الله. ويقول الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهكذا أحوال الأمم والقرون الذين مضوا. وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، كما جاء في الحديث، وهو حديث صحيح لغيره أو حسن بشواهده، له ما يؤيده، وقد صححه بعض أهل العلم بشواهده. الخلاصة: نعم، قد يحرم بارتكابه للذنوب والمعاصي. وابن القيم رحمه الله له كلام في هذا المعنى، أنه من أطلق بصره في الحرام يحرم الفراسة، يحرم الرزق، يحرم العلم، يحرم الخير. ومن أطلق بصره في الحرام وفك لنفسه العنان في المعاصي والآثام فإنه يحرم ولا يسدد في كثير من أموره وفي شؤونه في هذه الحياة الدنيا، لا يسدد، مع أنه قد يكون ذكيا، قد يكون حافظا، قد يكون مجتهدا، ولكن لوجود دسيسة في قلبه، سواء كانت في خلواته أو في جهره، فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه بالحرمان والعياذ بالله. ولذلك يقول بعض السلف: أجمع أهل المعرفة على أن من أسباب الانتكاسات ذنوب الخلوات. الإنسان لا بد وأن يكون بينه وبين الله إحسان وعمل صالح ومراقبة ومجاهدة للنفس من الهوى ومن الشيطان ومن الغوى. فهذه النفس قد تدعو إلى المعاصي والشهوات والمنكرات، كما قال الله: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فمن رحمه الله وكان ممن يحافظ على حرمات الله ومراقبا لله فإن الله سبحانه وتعالى يبصره في كل أموره وشأنه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذه الجنة لم يصل إليها إلا بمجاهدة نفسه على المحرمات في الدنيا. هذه الجنة لم يصل إليها إلا بسبب صلاحه وصلاح قلبه وصلاح جوارحه وصلاح حاله في هذه الدنيا وصلاح أموره كلها في العلم وفي غيره. فليراجع كل إنسان منا نفسه وكيف هي علاقته مع الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يدفع عنا وعنكم كل سوء ومكروه وضير. بعض الإجابات صحيح أنها طويلة،
ولكنها موعظة مهمة لنا جميعا حتى ننتفع بها في ديننا ودنيانا.